أهلا وسهلا بكم بلقائنا الأسبوعي. هذا الوقت تجريبي تنبث من عبر التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك حتى نجرب نوصل لشيء مع بعضنا البعض، إنه نجيب الكلام من الكتاب المقدس لقلوبنا ولحياتنا اليومية. عفوا، أحب أعطي في هذا الوقت للجميع بأنه برهان قوة الكنيسة وسط الأزمة اللي يمر بها العالم، أنه لازلنا نحتفل بعيد قيامة المجيد واللي راح يكون مبارك للجميع، مع أنه في هذا الوقت نمر بأصعب الأوقات مرت على الكنيسة وعلى شعب المسيحي المؤمن، اللي كان في أسبوع الفصح كان يطلع على الشعانين باحتفال خاص، وأيضا خميس الفصح وجمعة الآلام وسبت النور وفجر الأحد فجر القيامة، كل واحد من كنيسته ومن مكان اللي كان يروح فيه وكان يحتفل مع الجميع. لكن للأسف في وسط وباء مر بالعالم، وباء مثل فيروس الكورونا اللي حطم كل إرادة الإنسان وقوته وجبروته، اللي ما قدرت جيوش عظيمة ولا بلدان عظيمة تقف أمام هذا الفيروس اللي حتى بالعين المجردة ما نقدر نشوفه. لكن نقول مع أنه الله سمح لهذا الفيروس أنه يكون موجود، وأنه اليوم الكنائس تغلق أبوابها أمام وجه المؤمنين، لكن عندنا ثقة أنه الرب يسوع قال وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. كل اللي صار أنه إحنا غيرنا المبنى، بدل ما نروح للمبنى اللي تعودنا عليه، نروح ناخذ البركة، ناخذ الكرازة من عند المذبح، ناخذ من عند الكاهن والكهنة والقسس اللي دي يمارسون لا زال واجبهم المعتاد اللي دي يسووه مثل كل يوم. نشكرهم ونصلي من أجلهم حتى الرب يعطيهم حماية ويعطيهم أن يكونوا دائما أوفياء للكلمة المقدسة وللكتاب المقدس وللشعب المسيحي. صلاتي في هذا الوقت أنه يكون لكل واحد من عندنا إدراك لخطة الله لحياته رغم الظروف الصعبة. وفي هذا الوقت كان ما عندنا غير أنه نقرأ كلمات مقدسة من الكتاب المقدس قالها رسول بولس لنا، ويا ريت نفهمها لأنه هاي رسالة اليوم لنا بنعمة الرب. يقول: إذ نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطيرون، لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. نقوا منكم الخميرة. الخميرة بالكتاب المقدس ترمز لشيء شر، ومثل ما الخميرة تخمر العجين كله، تقدر أنه الخطيئة اللي تكون في حياتي أو حياة كل واحد من عندنا أنها تخمر وتنجس كل سلوكي ومع أهل بيتي. يمكن تقول منين هذا الكلام؟ هذا الكلام هي وصية من عند الرب. الفصح الأول، الشعب القديم لما صنع الفصح كانت الوصية ليلة الفصح أنه أي خميرة تطلع من البيت، حتى الإناء اللي كان يحمل الخميرة يطهر وينظف ويطلع كل شيء من البيت. وكان صاحب البيت ياخذ السراج أو الفانوس أو أي شيء للإنارة، كان يروح ينور كل مكان، يدور احتمال يكون نسى قطرة أو ذرة من الخميرة موجودة بالبيت. وإذا ما شاف يقعد يصلي ويرفع يديه للرب ويقول: يا رب من كل قلبي أحب أخلص من كل الخميرة اللي بالبيت حتى يكون البيت نقي يستقبل فصحك. الفصح معناها الذبيحة اللي ذبحت من أجلنا، مثل ما في العهد القديم يقول: أرى الدم وأعبر عنكم. المسيح ذبح لأجلنا. مطلوب من عندنا أنه ننقي أرواحنا، ننقي قلوبنا، ننقي ونصفي كل شيء اللي عندنا أمام عرش النعمة، ونقول له: يا رب إذا كان في خميرة نقيني منها. الآية الثانية تقول: إذن لنعيد ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبث، بل بفطير الإخلاص والحق. نعيد، مع أنه إحنا
كمسيحيين ما عندنا بس عيد الميلاد المجيد ولا عيد القيامة المجيدة، لكن كل يوم هو عيد، لأن المسيح نفسه اشترانا بدمه، لأن المسيح عتقنا من الخطية، لأن المسيح طهرنا من الخميرة العتيقة. وهاي الخميرة هي خميرة الشر والخبث. ده يطلب من عندنا أنه نعيد بفطير الإخلاص والحق. الفطير هو الخبز اللي ما بيه خميرة، اللي ما بيه شر، اللي كان يرمز للرب يسوع. واليوم الرسالة لنا، إذا كان مذبح الكنيسة أغلقت أبوابه، والكنيسة مو هي بناية وبس، هي كنيسة محلية ننتمي إلها. الكنيسة هي إن اجتمع 2 أو 3 باسمي هناك أكون في الوسط. سؤالي لك عزيزي المشاهد، هل عندك بالبيت مذبح عائلي؟ إذا ما عندك مذبح عائلي، هاي فرصة والوقت اللي وضعنا به الرب بالبيوت حتى نعيد تفكيرنا ونعيد حساباتنا ونعيد كل شيء اللي كنا نعرفه. المذبح يبتدي من البيت، لما أنا أنقي قلبي وأنقي حياتي وأخلي حياتي وحياتي الآخرين تكون أحسن شيء بالبيت. إنه لما أجي أني أمسك إيد أفراد عائلتي، إن كان أبويا، إن كان أمي، إن كان أخويا أو أختي، إن كان ابني أو بنتي أو زوجتي، أو منهم اللي يعيش وياي بالبيت، ألزم إيده ونسوي حلقة ونفتح صلواتنا للسماء ونخلي بوسطنا الرب يسوع ونقول له يا رب هذا هو المذبح اللي احنا نريد نكمله. نقرأ الكتاب ونصلي ونرفع قلوبنا أمام الرب، حتى لا بس يحمينا من الفيروس، لكن يحمينا من الخميرة الخبيثة، الخطية اللي تخلي الإنسان يكون بعيد عن الرب. يمكن تتساءل إلى اليوم، هل معقولة أنه مذبح العائلي راح يكون التعويض عن مذبح البيت؟ أكيد لا، لكن مذبح البيت هو أساس للمذبح الكنيسة. الكنيسة تقوى لما يكون بيتك قوي، والكنيسة تضعف لما يكون بيتك ضعيف، وبيتك يضعف لما تكون أنت ضعيف. ولما أنت تقوى تقوي بيتك وتقوي كنيستك، والحل هو بين يديك. يمكن أنت ما تعرف، يمكن أنت عندك مذبح وتركته. إجا الوقت اللي نصلي ونطلب من الرب، قل يا رب أريد أرمم المذبح اللي عندي، أريد أتعلم أبني المذبح اللي خاص بي. أنت مستحق أن البيت كله يكون إلك، كل أفراد العائلة إلك، وأنا نفسي إلك. إذا تريد صلي وقول للرب وياي، يا رب يسوع من كل قلبي أطلب أنك ترمم بيتي ومذبحي، ترمم صلواتي وحياتي، وتنقيني من كل خميرة، وكذلك بيتي تنقيه من كل خميرة خبيثة، وتخلي حياتي إلها معنى وجودنا مع بعضنا البعض. وانت رأس البيت، قوينا، شددنا بالظروف الصعبة، ولا تخلينا نترك أبدا صلواتنا وقراءتنا للكلمة، باسم المسيح. هذا الوقت اللي محتاجين أنه واحدنا يساعد الثاني أو يعضد الثاني. هالقناة انفتحت لأجلك وتمشي وتصير من أجلك وتقوى بيك. إذا كنت تريد تراسلنا على الأرقام اللي موجودة أو على العناوين، أو إذا كان عندك طلبة صلاة، راح نبدي نحط الصلوات. إذا تحب نبثها من على موقعنا، وإذا تريد تكون سرية على هذا الرقم اللي يظهر على الشاشة، ابعث رسالة وإحنا راح نصلي من أجلك. الرب يبارك الجميع. بنعمة الرب أترككم وأشوفكم برعاية الله بالحلقة القادمة إذا تأنى الرب في مجيئه، باسم المسيح. آمين.